لنا إلى قنيطرة من مدينة فاس بصفته الأمين العام للهيئة الإنسانية الوطنية لترشيد واستثمار الماء. أيضا تنشكر المهندس محمد علي برادة الذي قادنا إلينا من مدينة مراكش وعنده ما يقول في المجال البيئي والمجال المناخي، والتي طلب لنا مجموعة من الحلقات الدراسية وأيضا ورشات العمل. إذا اليوم نحن هنا، إذا كل سنة وأنتم طيبين. إذا كاين اليوم العالمي للمدن. إذا اليوم العالمي للمدن درته الأمم المتحدة، والأمم المتحدة في كل يوم في كل 31 أكتوبر كل سنة تدير شعار. إذا شعار هذه السنة كان هو العمل قيادة الشباب للعمل المناخي وأيضا العمل المحلي. إذا تنتكلموا على مجالس الشباب وتنتكلموا على المجالس المحلية أيضا. إذا قيادة الشباب للعمل المناخي والمحلي من أجل المدن. الجميل في الهيئة الإنسانية الوطنية أنها أضافت مع ترشيد الماء، وهذا إبداع منها وهي مشكورة عليه. أيضا كما قال فضيلة الدكتور محمد فهي استباقية. إذا ونحن نتواجد في مدينة القنيطرة، وكما قال السي الزعيمي غادي نتكلموا بلغة ولا بلهجات ولا بكلمة واقعية. إذا القنيطرة المجلس مازال تالف، مازال ما عندناش رئيس مجلس واضح. القنيطرة عرفت تنصيب عامل صاحب جدالة جديد. إذا ما بغيناش يكون عندنا خطاب ديال الكراهية، ما بغيناش يكون عندنا خطاب ديال الكره ديال الحقد، بغينا كلنا نسعى جميعا من أجل النماء والتنمية لمدينة القنيطرة كفانا. ونحن كهيئة إنسانية نشارك ونتمن هذا التعيين، لأن السيد العامل يبدو عليه علامة العمل والجدية والطموح. وبالمناسبة فإن الهيئة جادة بكل ثقلها لتقدم اقتراحات إلى السيد العامل، وهدفنا الأساسي وهو تنمية المدينة. فالمدينة في حاجة إلى إقلاع حقيقي، وانطلاقا من دورنا كقوة اقتراحية كجمعيات المجتمع المدني بمدينة القنيطرة، فإن جميع جمعيات الهيئات المدني بالقنيطرة فخورة وترغب في المزيد من العطاء وترغب في تنمية مدينة القنيطرة. وعموما فإننا نلاحظ أن هناك عمل يستوجب القيام به، وأنه في إطار تطلعاتنا. فلدينا جامعة ابن طفيل تعد من الجامعات العالمية الشامخة. هذه الجامعة التي يعمها عدد كبير من الطلبة من جميع المناطق، وبمقابل تلك الجامعة هناك مناطق سوداء كالعلمة مثلا التي يعمها عدد كبير من المشردين وعدد كبير من الأطفال الذين يعيشون وضعا صعبا، يستوجب النظر في حالته ويستوجب النظر في بناء هذا المجتمع الصحيح. هي تجود للأعمال الاجتماعية والثقافية والفنية. السيد الدكتور محمد كروم الأمين العام للهيئة الإنسانية الوطنية لترشيد واستثمار الماء، السادة الحضور الكريم، كل باسمه وبصفته أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحتفل المجتمع الدولي اليوم كما نعلم باليوم العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة من أجل تعزيز رغبة المجتمع الدولي في نشر الحضارية على مستوى العالم. وحددت الأمم المتحدة يوما خاصا بالمدن باعتباره مناسبة سنوية لنشر العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي والاحتفال بالنجاحات وتعظيم الفرص والتصدي للتحديات التي أوجدتها الوتيرة العالمية السريعة للتوسع الحضري.
خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار من بين أمور أخرى، ومواجهة تحديات الإسكان وتغير المناخ والوصول العادل إلى الخدمات. ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمدن إلى زيادة الوعي الدولي بتوجهات التحضر والتحديات القائمة والرؤى المستقبلية بهدف الدولي والمساهمة في الجهود العالمية لبناء مدن شاملة عادلة ومزدهرة ومستدامة توفر لمجتمعاتها بيئات معيشية أفضل ونوعية حياة أفضل. الشباب في هذا المشروع الاستراتيجي، وباعتبار الماء هو أساس الحياة وهو أحد أهم مدخلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأحد أهم عناصر الاستدامة البيئية لإعطاء مدن جذابة ونظيفة، حيث تعد المنطقة العربية أحد المناطق الأكثر فقرا في العالم فيما يتعلق بالموارد المائية. القوانين الفيزيائية اللي كتجعل أن نعيشوا العالم يعيش هذه الظواهر هذه، كررتها أنا بالدورة ديال الماء المدارية البحرية في الأطلسية. كاين واحد الدورة مائية بحرية مدارية كتجي من جنوب المحيط الأطلسي، تتكون في أعماق باردة جدا وكتنتقل نحو خليج المكسيك. فرع منها كيمشي ما يعرف بالتيارات ديال جيت ستريم، يعني تيارات مائية قريبة من خليج المكسيك، وفرع كيزيد يكمل الدورة ديالو حتى للشمال جهة القطب الشمالي الجليدي. وهذيك الدورة كانت تستمر وكتصغر واحد الوقت وكتعاود ترجع حتى عاد تكمل الدورة ديالها وترجع للجنوب، الجنوب ديال الجهة القطب الجنوبي. فالموضوع الذي اختاره المنظمون لهذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي للمدن هو موضوع ذا راهنية كبرى. لماذا؟ لأن موضوع المدن خاصة في المغرب هو موضوع يكتنفه مجموعة من الإشكالات. لماذا؟ لأن المغرب بطبيعته هو كان مغربا قرويا، أن نسبة الساكنة ديال البوادي كانت أكثر من نسبة ساكنة المدن إلى حدود التسعينيات القرن الماضي. لكن إحصاء العام للسكان والسكنة ديال 1994 بين العكس، بأن أصبحت ساكنة المدن أكثر من ساكنة البوادي نتيجة لتيارات الهجرة. نتيجة تيارات الهجرة بفعل الإكراهات التي طرحها الجفاف. ثم كتعرفوا أن المغرب تفرض عليه برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينات، وبالتالي هذه إشكالية الجفاف تعطينا إشكالية تدبير ندرة الموارد البشرية، وهذا هو ندرة تدبير الموارد المائية. لكن في عين الاعتبار أنه في هذه التغيرات المناخية يجب تدبير ندرة الماء وكذلك تدبير وفرة الماء في حالة الفيضانات. وانتم كتشوفوا في وسائل الإعلام الفيضانات اللي شهدتها إسبانيا مؤخرا، أو الفيضانات اللي شهدها الجنوب الشرقي في المغرب وغيرها. وبالتالي هذا الشيء علاش تنبغي نشد على ايديكم ونقول لكم الفضاء مفتوح في وجهكم، لان المواضيع التي تختاروها مواضيع تقليديه. فشكرا جزيلا لكم ومرحبا بكم في فضائكم. السلام عليكم. منى عبد الحق، رئيسة جمعية جود. أريد أن أعبر عن سروري بتواجدي مع هذه الشخصيات اللي هي مهمة بالنسبة لنا، لأن كل الشخصيات الثقافية باش واحد ينوض في الصباح بكري ويجي لنشاط ثقافي، هذا يدل على إلمامه وحبه للثقافة. قبل كل شيء أحب أن أشكر القائمين على ذاكرة هذا الفضاء، وفي شخص المندوب الإقليمي السيد يوسف البقالي الذي تعذر عليه الحضور اليوم بسبب تواجده في مدينة الرباط.
والشكر الجزيل للأستاذ أحمد لأنه رغم مرضه حضر معنا اليوم وهو زعما في أشد الحاجة إلى الراحة. كنشكر الحضور الكريم في تواجدهم معنا. كنشكر الدكتور كروم لحضوره من مدينة فاس ولتواجده معنا. كذلك أرحب برئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الذي ترك عمله واجتماعاته للحضور معنا، فأشكركم جدا جميعا ومرحبا بكم في هذا الفضاء. الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين شفيعنا يوم الدين بإذن رب العالمين. الحقيقة إنه من دواعي الاحترام والتقدير أن أرحب بهذه الكفاءات وهذه الطاقات وهذه الهامات القنيطرية ويأتي مذكورا والمغربية الوطنية من طنجة إلى كويرة في هذا الفضاء الجميل المتميز بطاقمه والممتاز برئاسته السي البقري يوسف. لا بد أن هذا الحدث يتزامن مع تعيين السي عامل صاحب الجلالة على إقليم مدينة القنيطرة